بغيت نذكركم بواحد الفيديو كنت طلقته في شهر 7 2015 اللي كان الموضوع ديالو انني انا ربيت واحد البنيته من كان في فلاش ديالها 3 شهور. من 3 شهور دابا راه كبرات تبارك الله وراها بالغه. المهم ان هاد البنت هذه ملي كبرات طمعوا فيها والديها، تتمشي لعندهم كتعطيهم كتمد لهم، ما قنعهمش داكشي. ملي زعفات منهم هربات بغاو ينتقموا منها. الوالدين ديالها اميين ما تيفهموش كاع فهادشي ديال القوانين وهادشي ديال العنف ضد الاصول اللي غيلفقوا لها التهمه. راجل بنتهم راجل الاخت ديال هاد البنت هذه هو اللي قاد ليها واحد الملف، هو الصديق ديالو عادل العالمي اللي هو يا مشيت بحثت انا على الاصول ديالو، قلبت عليه لقيته ولد العكاري من اب كان عساس في واحد الخيريه والام مشعوذه. المهم من هذا الوسط هذه غيطلع هذا السمسار ديال القضاة ديال مدينه سالا. المهم كان نزار العالمي، نزار عزيز هو اللي تكلف بالقضيه ديال البنت. اولا عطى الامر ديالو بالقبض عليها انها دايره جريمه وغادي تمشي 48 ساعه تحت الحراسه النظريه. ملي نط انا غوت ودرت الفيديو ودرت داكشي، جاو الناس خافوا وتنازلوا، وهذا تنازلوا للبنت، ولكن بقات النيابه العامه متابعاها. وحنا دابا من هذه قريب عامين دابا وحنا تابعين البراءه ديال البنت. 15 جلسه في قضيه العنف ضد الاصول. فهموا معايا خوتي المغاربه واش كاين شي قضيه ديال العنف ضد الاصول فيها 15 جلسه. البنت جابت لهم جميع الدلائل، عندها فيديوهات، عندها صور التقطتهم الوقت اللي كان اللي قال باها انها تلاقاتو، عندها الشهود، عندها هادشي كلشي ما تقبلش، كلشي ما كاينش. انتقلت المساله للاستئناف، نفس المساله كيديوها ويجيبوها 15 جلسه باش البنت زعما تعيا ويأيدوا الحكم. الساعه البنت ما تنازلاتش وما عياتش ومتشبته بالبراءه ديالها. ولكن شكون اللي غيعطيها هاد البراءه؟ شكون اللي غيعطيها؟ القضاة اللي بدون ضمائر؟ شكون اللي غيعطيها هاد البراءه هادي؟ المهم هاد البنت هادي هاد الزوج ديال اختها تعدى عليها، وهو السمسار الكبير ديال المحكمه ديال سلا، ديال المحاكم كلها. فين ما مشيتي عنده اليد تما كاينه. المهم هو هذا عزيز نزار لفقوا لها التهمه هذه. ولكن انا ما سكتش، مشيت درت الشكايه لعند السيد الوزير الاول، درت الشكايه لعند السيد وزير العدل، درت الشكايه للوزاره محكمه النقد الاستئناف. فين ما تنمشي تصوروا عباد الله انا كنحط الشكايه ديالي في البرلمان، كيعيطوا لي، كنتفاجئ كيعيطوا لي الناس البرلمان جيبي لنا وحده اخرى راه تسرقات. هذيك 3 ديال الشكايات كيتسرقوا، بغيت تعرض في البرلمان امام وزير العدل نشوف الكلمه ديالو شنو غيقول ليا. والو. المهم انا تلقيت رسائل وتلقيت اجوبه من هاد الناس كيقولوا لي بان مادامت المساله باقا في القضاء ما يمكنش لينا نتدخلوا حتى يقول القضاء الكلمه ديالو. دابا ها القضاء قال الكلمه ديالو ان البنت غتبقى مدانه تنازل عند رغبه عادل العالمي هو ونزار باش ما يرجعوش عليهم دوك الشهود الزور انهم ينتقموا منهم، كيحميو الشهود ديالهم بالادانه ديال البنت. المهم هاد انايا كنت انا دابا كان مهدده من طرف عادل العالمي وعزيز نزار، مهدديني، قال لك غيقتلوني، قال لك غندخل المغرب غادي يصيفطوني للحبس. المهم بزاف ديال انا لمت راه انايا هذاك الشيء اللي كتب لي الله، وانا مؤمنه بالله. ولكن كاين من مورايا ناس اللي غيتبعوا هذه المساله هذه معاهم، ولا غادي يعرفوا شكون هادشي اللي قتلني وشكون هادشي اللي انا كنتلقى تهديدات من انا. المهم انا كنت موظفه في المغرب وخدمت الوطن ديالي وخدمت البلاد ديالي 12 سنه. بعد ما درت ديبار فولونتير وجيت لهنا اسبانيا كنقري وليداتي، وانا انسانه منتجه وباقا كنخدم الوطن ديالي وباقا كنحب الوطن ديالي وغندخل الوطن ديالي واللي هو في يدو المغرب يتعرض ليا عند الحدود. انا الحمد لله مغربيه تحت السلطه المغربيه وجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو. هذه مساله ما بغى حتى شي واحد يتدخل فيها. هذه مساله الاجرام، مساله الراي العام، مساله. المهم
هاد الناس هادي جرائمهم كثرات، ما عندهمش غير هاد الجريمه ديال هاد البنت هادي. انا باقا غادي نعرض المساله على النقد والابرام وغنشوف شنو غادي يديروا، لان ما تقبل مني حتى شي مبرر. وهاد الناس هادو ولاو كيقتلوا ولاو كيديروا. المهم انا بزاف ديال الجرائم ما يمكنليش نعرضها على المواطنين. واخر وحده هي انهم قتلوا واحد السيد بالكاميو ديالهم كانها ماتت دبانه، كفنوه ودفنوه وسالاو وخلاو 3 ديال اليتامى وارمله باقا في الثلاثينات من عمرها كان شيئا لم يكن. حيت علاش هما بواتها الملف مشى للحفظ، لا اسيرونس غيتبعوه لا حتى شي حاجه. المهم قضيه هاد السيده هادي و3 د الايتام راها باقا في المحكمه تسالى. الا كاين شي محسن بغى يتدخل فيها. انا هاد المسائل انا كنهضر دابا غير على بنتي. هاد المسائل هادي بعيده عليا، وانما انا كنشوف الاجرام. اخوتي المغاربه نوضوا فيقوا، شوفوا الاجرام اللي عندنا في المحاكم. راه العدل ما بقاش. ملي كيموت العدل راه كلشي كيموت. راه الدوله ديالنا نايضه فيها السوسه من التحت، غادي تسوس الجداد ديالها غيسوس بهاد الناس هادو. هاد نزار وهاد الشيء بالراس ديال حمامو وواحد اخر عزيز، هادو سماسره ديال المحاكم وكيحكموا في القضاة كاملين، وكل قاضي ما يمكن يحكم الا بالاذن ديال هاد الناس هادو. ما كاينش العدل بصفه نهائيه في المحكمه ديال سلا. كاين عادل العالمي اللي عنده شي قضيه يمشي عند عادل العالمي غيفكها ليه. المهم هاد عزيز نزار كيقول لك هاد البنت هادي درنا فيها هادشي لان امها والديها اللي رباوها ناس ذو سوابق. انا قدام المغاربه كاملين. انا خوتي رقم البطاقه الوطنيه ديالي AB 43342 وانا ناديه مالكي. انا بوانتيوني وشوفوا الصفحه البيضاء اللي عندي. والوالده ديالتي اللي حتى هي تعاونت معايا في التربيه ديال هاد البنيته 93-80. شوفوا واش احنا مجرمين، شوفوا واش احنا عندنا السوابق بحال اللي عند عادل العالمي اللي عنده النصب والاحتيال وعنده الحبس. اما حنا ناس وطنيين وناس مؤمنين وكنعرفوا بيننا وبين الله ما تنظلموا حد، وكان باقيين كناديو وكنطلبوا الشعب المغربي نوضوا تحركوا شوفوا شنو كاين. وهاد الناس ديال السلطات الا ما كنتوش غتدخلوا، لا السيد وزير العدل ولا حقوق الانسان ولا هاد الجمعيات ولا شكون بغيتو يتدخل، شكون غيتدخل في انهاء هاد المهزلات. اجيو تشوفوا المسرحيات اللي كتلعب، دخلوا للمحاكم وتشوفوا المسرحيات كيفاش دايرين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.